السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم من جديد على قناتي وقناتكم تشهيوات انصاف. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت غادي نشارك معكم كيكات الطبقات اللي كتجي رائعه وكتجي زوينه وتحمر لكم وجهكم مع الضياف ديالكم وكتوجد بسرعه. خليكم معايا وندوزو المكونات على بركه الله. اول حاجه غادي نحضروا الكيك اللي غادي يكون في الطبقه الاولى. كنحتاجوا فيه 2 حبات ديال البيض مع 5 المعالق كبارين ديال السكر سنيده وكيس ديال السكر فاني. غادي نخلط مزيان البيض مع السكر ومن بعد غادي نضيف 5 ديال المعالق كبارين ديال الزيت النباتيه و5 المعالق كبارين ديال الحليب. غادي نستمر نخلط الخليط ديالي مزيان حتى كيتجانس، ومن بعد كنضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو المر وكنضيف 5 المعالق كبارين ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات انا كنقسمو على 2 ديال الدفعات. الدفعه الاولى كنضيفها هي الاولى وكنخلط الخليط ديالي، والدفعه الثانيه كنضيف معاها كيس ديال الخميره الكيماويه. كنخلط الخليط ديالي مزيان مع بعضياته. الخليط ديال الكيك كيكون خفيف باش هكا يجيكم الكيك ديالكم خفيف ويجي مهوي وزوين. بعد ما كنخلطو كنفرغوه في مول القطر ديالو 24 سنتيم اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وكندخل الكيك ديالي للفران يكون سخون من قبل على درجه حراره 180 لمده الطهي 15 حتى ل 20 دقيقه، وكنخرجو كيجي على هذا الشكل البنات. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي رائع بزاف بلا ما يحتاج انكم تسقيوه. صراحه الكيك معتمد عندي، ما كيخطانيش في هاد الانواع ديال لي كيك اولا في الطورطات. هنا البنات كيف ما تلاحظوا معايا درت له هاد السيركل هذا وحطيته في الصحن اللي غادي نقدم فيه الكيك ديالي. غادي نخليه على جنب وندوز باش غادي نحضر الكريمه اللي غادي تكون في الطبقه الثانيه اللي غادي نحتاج فيها 800 ملل ديال الحليب البارد. غادي نضيف 2 اكياس ديال الفلون بنكهه الفانيلا. كيف ما كتشوفوا معايا استعملت غير الفلون الصغير اللي كيكون بدون سكر. الا استعملتوا الفلون اللي تيكون كبير اللي فيه نسبه ديال السكر فما يحتاجش انكم ديروا السكر نهائيا. انا استعملت هذا الكيس ديال الفلون من الحجم الصغير كيكون بدون سكر. كيف ما شفتوا معايا ضفت 2 ديال الاكياس وغادي نضيف 2 معالق كبارين عامرين مزيان البنات ديال بودره النعجه. الا ما كانوش عامرين من الاحسن ديروا 3 ديال الملاعق. انا كيف ما شفتوا معايا عمرتهم مزيان. هنا غادي ندير 3 المعالق كبارين ايضا ديال السكر سنيده، والسكر راه كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، سواء بغيتو تنقصوا الكميه السكر اولا تزيدوا شويه ديال السكر. غادي نخلط المكونات ديال الكريمه كاملين كيف ما شفتوا معايا، ومن بعد غادي نحطهم على نار اللي تكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كتعقد عندنا هاد الكريمه واحد شويه. هي ما كتعقدش بزاف لان ما دايرينش فيها نشا بزاف، كتولي على هاد الشكل هذا. المهم حتى كتوجد لينا الكريمه ديالنا وكنحسوا بها تقالت شويه كنحيدوها من فوق النار وكنزيد ليها هنايا 2 العلب ديال الياغورت بيرلي. صراحه كيعطيها واحد المذاق خطير بزاف البنات. الا ما عندكمش الياغورت بيرلي راه ممكن تعوضوه ب 200 غرام ديال الكريمه السائله، سواء هولالا اولا ديال العبار اولا اي كريمه متوفره عندكم. المهم انها تكون ديال الحلويات. هنا البنات غادي نزيد 12 حبه ديال هاد الصابلي هذا حتى هو كيختر لنا الكريمه، يعني كيخلي القوام ديالها يجي شاد في راسو وتعطي حتى هو واحد المذاق اللي هو زوين. انا هنا استعملت هذا الصابلي هذا ديال الكوك كيعطي واحد المذاق رائع بزاف. كيف ما شفتوا معايا درت 12 حبه من هذا البسكوي هذا. صافي البنات ممكن تطحنوا الخليط ديالكم كامل في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وممكن تستعملوا هذا الميكسور هذا. الا عندكم هذا فغادي يكون عملي وغادي يكون احسن. غادي نطحن جميع المكونات ديالي حتى كنتاكد بان دوك القطع ديال الصابلي اولا ديال البسكويت طحنوا والكريمه ديالي يعني تخلطات مع بعضياتها. وهنا غادي ندوز باش غادي نفرغ الطبقه ديال الكريمه على الكيك بهذا الشكل هذا. الكيك كيف ما شفتوا معايا راه ما سقيتو ما حتى شي حاجه، راه كيجي خفيف ما يحتاجش انكم تسقيوه. صافي غادي نخلي الطورطه ديالي على جنب حتى كتهبط لها درجه الحراره ديالها وكتشد في راسها. كندخلها للثلاجه باش تبرد واحد 10 حتى 15 دقيقه، وكندوز باش غادي نحضر الطبقه الثالثه ديال البرتقال. خديت كاس ديال عصير البرتقال غادي نضيف عليه واحد الكيس ديال الفلون عادي ديال درهم، هذا البنات الازرق العادي اللي بدون اي نكهه ديال الشينوا. صافي غادي نخلط مزيان العناصر ديالي اولا المكونات ديالي، ومن بعد غادي نحط الكسرونه على نار اللي تكون متوسطه حتى كيوصل عندي هذا الخليط هذا لدرجه الغليان، ومن بعد غادي نحيدو من فوق النار ومباشره غادي نفرغو فوق من الكريمه. انا كيف ما كتشوفوا معايا درت واحد المعلقه ديال الخشب فوق من الكريمه وكنفرغ فوق من هذاك الخليط ديال البرتقال باش هكا ما يحفرش ليا الكريمه ويخسر ليا الشكل ديالها لانه تيكون مازال سخون. صافي كنفرغ بهذا الشكل هذا
كنظن ان الفيديو شارح راسو لراسو. صافي هنايا البنات غادي نحيد هاد المعلقه وغادي نخلي الطورطه ديالي على سطح العمل حتى كيشد في راسو مزيان داك البرتقال، ومن بعد كنعاود ندخلها للثلاجه باش تبرد وتاخذ حقها في البروديه، يعني واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع. ومن بعد كنخرجها من الثلاجه وكنحاول نحيد لها داك الاطار، راه كيتحيد بكل سهوله وكتكون الطورطه شاده في راسها مزيان. البنات ما تخافوش منها. وغادي ندوزو لطريقه ديال التزيين اللي هي ساهله بزاف ومبسطه كيف ما كتشوفوا معايا. فهي الطورطه ديال البرتقال، فحاولت نزينها بالبرتقال نيت. خديت طريفات ديال البرتقال وحطيتهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وكنزين هنا بشويه ديال البافو، وغادي نزين البنات كذلك ببيبيت شوكولا اولا الحبيبات ديال الشوكولا بالالوان. هادو ممكن تزينوا البنات بالطريقه اللي بغيتو، تقدموا هاد الطورطه ديالكم بشكل اللي بغيتو. صراحه كتجي زوينه وكتجي منعشه وساهله بمكونات متوفرين في كل منزل، غير مكلفه كيف ما شفتوا معايا. تحضروها للكوتي اولا للضياف ديالكم، راه كتحمر الوجه وكتجي لذيذه البنات وكتجي خطيره في المذاق. كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اذا كانت هذه اول زياره لكم للقناه فمرحبا بكم. خليوا واحد لايك وتعليق يكون محفز، وديروا زر الجرس وابوني،